هلا وحبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير يا ربي، صحة وعافية، والله يتقبل صيامكم. اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل المحلبي. المحلبي تعرفون احنا كلش الرغبة برمضان، كل اغلبية الناس تحبه برمضان، يعني تسويه. يعتبر من الحلويات الخفيفة والطيبة. هنا عندنا المقادير، طبعا قلاصين حليب، هو 3/4 شكر. اذا تريدون تخلون، انا حخلي نص قلاص لانه ما نحبه حلو، يعني ما احب حلا زايده. هنا عندنا خاشوقتين مال اكل نشا. هنا عندنا هيل مطحون. وهنا عندنا ربع قلاص حليب على مود نذوب بيه النشا. هسه راح نروح وارجع لكم بالخطوات التاليه. شوفوا حبايبي، هنا جبنا قدر يعني صغير. ايش راح نسوي بيه؟ راح نخلي بيه الحليب، راح ندير الحليب، هذا واحد وهذا اثنين. هاي قلاصين حليب خلينا. ايش راح نخلي عليهم؟ راح نخلي عليهم نص قلاص شكر. اذا تحبون انتو تزيدون الشكر ماكو اشكال، يعني هذا الشي راجع لكم، يعني الحلا. هسه هنا عندنا راح نخلط الحليب ويا السكر، راح نخلطه كله زين. هنا ايش راح نسوي؟ راح نضيف ملعقة صغيرة مال هيل. هاي ملعقة صغيرة مال هيل للخليط مالت الحليب والسكر. هسه راح نخلطهم همينة. راح نخلطهم. اكو ناس ما يحطون هيل، يحطون فانيلا على مود شوية الحليب لا يتغير لونه، بس انا احب الهيل بالمحلبي. هسه هنا ايش راح نسوي؟ راح نروح وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هسه هنا حبايبي رجعت لكم. هنا عندنا ربع قلاص حليب، راح نذوب بيه النشا مالتنا، الملعقتين النشا اللي خليناهن زين. هسه ايش راح نسوي؟ راح نذوب بيه النشا، راح نظل نحرك بيه الى ان يذوب، بعدين نخليه فوق الحليب. هسه راح نظل نحرك بيه. هسه راح نروح على الطباخ. شوفوا حبايبي، هنايا جبنا الخليط كله على الطباخ. راح نشعل على الطباخ هسه. هسه هنا شعلنا على الطباخ، راح نخلطه الى ان شويه يحمل حليب، ندير النشا عليه زين. هسه هنا شويه راح ننتظر في الدقيقه. حاولوا من تخلطون النشا بربع القلاص الحليب، يعني ذوبوه زين حتى لا تظل بيه تكتلات، لانه النشا شويه مو بسع يعني يتذوب. هسه هنا ايش راح نسوي بهاي الخطوه حبايبي؟ راح ندير النشا والحليب فوق الخليط ونظل نحرك بيه الى ان يصير. هسه راح نروح واترك اجيكم بالخطوه اللي بعدها. شوفوا حبايبي، هسه هنا رجعت لكم بهاي الخطوه. شوفوا المحلبي بدا يثخن عندنا شويه، بعد راح نخليه حتى يثخن بعد. طبعا انا خليته على عين صغيره لان هاي الجدريه اللي عندي بايركس، فما تتحمل حراره زايد، فعلى كيفه يعني صار. شوفوا هاي كل زين قوامه، هسه كل زين. هسه شوية بعد، خلينا نخليه في دقيقة ونطفي عليه. يعني أسهل شي بالحلويات هو المحلبي، وأكثرية العائلة طبعا ترغبه. كلش طيب وخفيف وسهل بالسواية، يعني كلش سهل. شوفوا هاي الطريقة مالته هسه كل زين صار. هسه راح نطفي عليه وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هلا وحبايبي، هنا رجعت لكم بهاي الخطوة. طبعا هذا القوام مالته كل زين لأنه بعدين يبرد. هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نفرغه بكاسات. هنا عندنا كاسات راح نفرغه بيها. راح اكمل وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. حبايبي رجعت لكم بالنتيجة النهائية للمحلبي. هنا طبعا الزينة حسب ما تردون انتو، شلون تزينوا، بالفستق، بالمبروش،
بالفراولة، بالعنب، أي شيء تحبون أنتوا خلوا. أنا هنا عندي جوز وعندي جوز هند، خليت وحدة جوز ووحدة جوز هند يعني، وعندي بعد كمية خليتها بالثلاجة. أتمنى تعجبكم هاي الطريقة، ادعوا لي وسووا لي لايك، سووا لي اشتراك، ونصيبكم العافية.